يا ريت كل الأمهات تخلي بالها من أطفالها. الفيديو اللي مرفق مع الفيديو بتاعي ده هتشوفوا دودة خارجة من آه، طفل صغير تقريبا 3 سنوات أو 2 سنين ونص. يا ريت الناس تخلي بالها وتركز مع أطفالها شوية، وبلاش أكل السموم، الشيبسيهات والكراتيهات. الحاجات دي سموم، كوارث على الأطفال. يا ريت نخلي بقى. طبعا الواحد ما بيقدرش يمنع العيل، انا فاهم وعارف، وانا عندي اطفال وعارف انا بقول ايه، بس يعني على قدر المستطاع حاول ان انت تمنع العيل عن الحاجات دي، لان الحاجات دي فعلا كوارث. الحاجات دي هي اللي بتسبب في الديدان. الحاجات دي كوارث. الشيبسيات والكراتيهات دي كوارث. يا ريت نخلي بقى، وخصوصا الكراتيهات دي فيها مشاكل كبيرة جدا بالنسبة للأطفال والديدان والكلام ده كله. ربنا يعافينا وإياكم. وتابعوا الفيديو وشوفوه، وشوفوا الطفلة الصغيرة، الدودة اللي نازلة من آه، بطنها أو من مع البراز. الأم بتحكي طبعا في الفيديو. ربنا يعافينا وإياكم، وخلي بالكم من أطفالكم من التلوث، من الأكل والشرب. الواحد ينظف الحاجة وهو قبل ما ياكلها. الواحد يعني الأم تكون حريصة شوية مع الأطفال بالذات. Anda.